جايب لكم اطقم الماظ اوزانها خفيفه وكلها احجارها صريحه. تعالوا نشوف ايه الموضوع. والاطقم دي عباره عن كوليه وحلق، الاتنين نفس مقاس الحجر، هو حجر واحد في الكوليه وهو في الحلق. لو عايزه حجر ربع قيراط هتلبسيه في الكوليه لوحده، والحلق هيبقى برضو ربع قيراط، حجرين كل واحد فيهم ربع قيراط. طب لو عايزه اكبر موجود ال30 وموجود ال40، بس ده العادي. ايه بقى المختلف عندنا؟ ان احنا جايبين منه مقاسات اصغر من كده، من اول ال7 سنتيم وال10 وال15 وال16 وال18 وال20، وكلهم بالشهادات بتاعتهم. وكل حجر من دول هتلاقي عليه السيريال بتاعه اللي موجود في الشهاده، وتتاكدي من الكلر اللي موجود عندك. طبعا احنا في الطويل هتلاقي الكلر كله عندنا دي واي واف، مش هتلاقي اقل من كده تقريبا. وطبعا مش محتاج اقول لكم ينفعوا يتلبسوا في الديلي يوز او حتى لو عندك اي ايفنت، واكيد خطار جدا في اللايرنج. وفي طريقه تركيب كده معينه احنا بنعملها بتخلي الحجر شكله اكبر من العادي. اول ما تيجي اي فرع من فرونا اسالي على الطريقه المعينه دي وهيوريكي الكوليهات والحلقان. وتخيلي ان الحجر ال15 هيبقى شكله كبير ويبان ان هو 30 حتى. وبس كده، اكتبوا لنا في الكومنتس عجباكم الاطقم دي ولا لا. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.